السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. أهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهاتنا. وحشتني الفيديوهات معاكم والتسجيل معاكم، فيديوهات الطبخ ودخول المطبخ وكده يعني. وحشتوني خالص. أنا لسه راجعة من العمرة، عقبالكم كده إن شاء الله. دعيت طبعا لكل حبايبي على القناة. ربنا يوعدكم جميعا يا رب، حققلكم كل اللي تتمنوه. هشارككم النهاردة إن شاء الله بقى روتين كده يومي في الساعة اللي احنا فيها دي، وفي التكتكة. بلاش نكسل، ندخل كده مطبخنا ونشوف ايه اللي محتاجه، او ايه اللي المفروض ان احنا نعمله فيه ونعمله. انا كده دخلت بعد ما فطرنا، خلصنا فطار، فقلت ان انا في شويه حاجات كده اعملها قبل ما احضر الغدا. كنت عايزه اطحن كزبره، جبتها كده ونقيتها الاول كده، بلاقيها لو فيها اي طوبايه ولا اي حاجه بشيلها منها، وبعد كده بطحنها. انا كنت الاول بحمصها. قبل كده كانت بتكون طبعا سهله في الطحن، بتطحن بسهوله وبتكون ريحتها جميله قوي. بس دلوقتي انا بقيت بحب كمان ان انا لقيت الاحسن يعني ان انا اطحنها زي ما هي كده، وبعد كده بحمصها في الاكل وانا بعملها. يعني مثلا لما اجي اعمل طشه الملوخيه ولا حاجه، بحمصها كده مع الثوم او اي حاجه، بتكون احسن وبتدي ريحه بقى طازه احسن. انا بطحن الكميه كلها كده وبشيلها عندي بقى لوقت ما احتاجها. المطبخ بيكون فيه حاجات كتير كده غير الطبخ يعني. قبل ما ندخل كده على المطبخ بحب اكون انا مجهزه كل حاجه فيه، مروقاه ومنضفاه، مخلياه رايق كده علشان اعمل الاكل فيه وانا نفسي مفتوحه كده وايه، من غير اي حاجه ما تعطلني فيه يعني. طمنوني عليكم كده، عاملين ايه؟ وحشيني خالص والله، وحشتني تسجيل الفيديوهات قوي معاكم. حتى انا بدات انسى ظبط الكاميرا ازاي والحاجات دي ازاي بس هنرجع تاني ان شاء الله زي الاول. عندي هنا كمان شويه فلفل كده كنت شارياهم، هم مكسرين شويه كده، لقيتهم في اخر السوق اخر اليوم. هو الفلفل الكيلو ب15، دول انا جبتهم الكيلو ونص ب10. بس هو لسه حلو يعني، انا نقيت منه كتير، حطيته في التلاجة اللي هو السليم، وخدت انه يتكسر ده قلت ان انا افرمه كده في الكبه، بينفعني بقى كتير. بحطه في الفريزر كده، بينفعني بيدخل في اكلات كتير يعني. والفلفل اللي انتوا عارفين ان هو بيعيش وبيفضل زي ما يكون، ما بتحطيه في الفريزر بتطلعيه زي ما يكون لسه طازه يعني، مش متفرز ولا اي حاجه. نحط الكميه كلها كده في الكبه. شايفين الكبه مليانه ازاي؟ هيصفوا على حاجه بسيطه خالص كده في علبه. احط عليهم كمان راس توم مقشره ومعلقه من الملح، بس كده. ولما بفرمهم بحط على وش العلبه من فوق زيت، وبشيلهم في الفريزر بقى، بينفعوني، بيدخلوا في اكلات كتير خالص. بحتاجهم في سمك، بحتاجهم في ملوخيه، بحتاجهم في مكرونه زي ما انا هعمل معاكم النهارده. آه، في بتنجان، في حاجات كتير بيدخل فيها حاجات كتير. انا بحب الفلفل الاحمر ده، خليه عندي متوفر عندي، بحب اضيفه كده لاكلات كتير. وبينفع خصوصا بقى لو انت بتشتغلي او كده، الحاجات دي بتكون عندك في الفريزر تحت ايدك، بتطلعيها في اي وقت انت محتاجاه، بتنجز معاكي. يعني هي حاجات بسيطه بس بصراحه بتنجز معاكي في الوقت قوي. بصوا الكميه صفت على حاجه بسيطه خالص. في اي علبه بقى من علب التلاجة عندك، او اي علبه من العلب الشفافه ديت، انا بحب احتفظ بيهم، بغسلهم كويس لما بكون بجاي فيهم جبن يعني او حاجات كده. آه، يعني لو فيها لحوم او فراخ او حاجه، لا انا ما بشيلهاش. انما لو جبن بقى او حاجات كده، بشيلها عادي، بغسلها وبحتفظ بيها، بتنفعني بعد كده. بحط عليها بقى زيت كده وبشيلها، بغطيها كويس وبشيلها في الفريزر وقت ما احتاجها. لما بتحط عليها زيت مش بتتلج، مش بتمسك في بعضيها. ضروري ان انت تحطي عليها شويه زيت كده علشان تكون سهله ان انت تاخدي منها بالمعلقه، وممكن تحطها في برطمان كمان بتكون جميله قوي. هغسل معاكم بقى شويه اطباق كده برضو تنشيط، عشان اقول لكم ان احنا في الساعه مش بنكسل. بالعكس، انا بالنسبه لي انا الساعه بتنشطني مش بتكسلني. انا اصلا بحب غسيل المواعين قوي، فمش بكسل عليها خالص. انا مش ظابطه الكاميرا كويس بقى، زي ما قلت لكم بقى كده، انا لسه مش ناسيه ان انا كنت بظبط الكاميرا ازاي. سنه في سنه هترجع ان شاء الله الامور لطبيعتها، ونصور تاني مع بعض ان شاء الله. ادخلي كده بقى مطبخك واغسلي وروقي بيتك وروقي دنيتك عندك، ما تكسليش. مش تقولي ساعه لا انا مكسله، بالعكس. الواحد لما هو بيكون مكسل كده قبل ما يقوم، مجرد ما بتقومي تشوفي اللي وراكي ايه، بتتنشطي وبتدفي كمان. الحركه بتدفي كده، بتنشط الدوره الدمويه عندك وبتدفيكي. في ناس كتير ما بتحبش تغسل الاطباق ولا المواعين، انا بستغربهم والله. ده انا بالنسبه لي انا غسيل المواعين ده متعه. بحب اوي اقف على الحوض كده واغسل في المواعين، وبحب اهتم بمواعيني كده وبنظافتها وادعكها واخليها نظيفه وبتلمع زي الفل. دي حبه حاجات بسيطه كده. مكان انا طبعا بكون مروقه المطبخ من بالليل، مكان بس الفطار بتاعنا، ومكان ما عملت شويه هريسه الشطه زي ما عملتها معاكم، وحاجات بسيطه كده يعني، مواعين مش كتير.
طبعا بعد ما نخلص المواعين لازم نغسل الحوض بتاعنا عشان يفضل نظيف كده وبيلمع. نهتم برضو بغسيله. يعني لما بتعملي الحاجة كده أول بأول وبانتظام بتفضل دنيتك نظيفة ومطبخك نظيف، وتحسي بتفاؤل دايما، يعني تحسي ان انت عايزة تدخلي المطبخ كده وتعملي بقى فيه أي حاجة. شوية شاي بقى كده دفوني شوية وانا بسجل معاكم. ندخل بقى على الغدا بتاعنا. انا هعمل معاكم هنا كفتة. انا عندي لحمة مفرومة نص كيلو مش كتير، وعندي كمان كام قطعة كده كنت شايلاهم هفرمهم برضو عشان ازود بيهم اللحمة المفرومة شوية، لان حسيت انها شوية مش هتكفينا يعني. فقلت ان انا هطلع حتتين اللحمة كده كنت شايلاهم كده في الفريزر، شايلاهم يعني من مرة كنت بطبخ فيها كده لحمة، قلت ينفعوا يعني ان انا اعملهم على طبخة ولا حاجة. هما مش كتير يعني اقل من نص كيلو شوية. هفرمهم واضيفهم على المفرومة ديت، ازود بيهم الكمية شوية. وطبعا فرمت معاهم كمان حتة دهنة ناعمة كده عشان انا فارمة معاها دهنة. انتوا بقى لو عايزين تفرموا لحمة في الكبة بسهولة اعملوها تكون متلجة شوية، ما تكونش يعني متلجة قوي جامد، لا يعني ايه، يعني تكونوا مطلعينها من الفريزر ما فيش 10 دقايق كده ربع ساعة، وبعد كده تفرموها هتفرم معاكم بمنتهى السهولة خالص في الكبة. فرمت معاهم كمان هنا بصلاية كبيرة وقرنين من الفلفل. الفلفل اللي انا كنت مفرزاه ده خدت منه قرنين. ممكن بقى انا في وصفه زي كده وما عنديش فلفل احمر اروح مطلعه من اللي في الفريزر، بس انا عشان كان عندي بقى وقلت ده لسه مفرزاه فاخدت قرنين طازه كده عملتهم، وكمان خدت نص حزمه من الشبت. وهضيف بقى هنا بقسماط وبهارات كفته وشويه في الفلفل الاسود وشويه ملح صغيرين. طبعا انا بدوق الاول بهارات الكفته عشان اوقات بتيجي بتكون عليها ملح، دي ما كانش عليها ملح بصراحه، فاضفت شويه ملح وشويه فلفل اسود وبهارات كفته وشويه من الجنزبيل صغيره كده والقرفه ومعلقتين بقسماط. بفرم بقى الكلام ده كله كده، او باخده بقى ان انا اعمله بايدي كده. لما بتكون اللحمه مفرومه مش بتحتاج ان انت تعملها في الكبه، بس انا عملتها برضو معاكم قلت عشان المكونات كلها تنفرم، وبصراحه بتسهل يعني الكبه بتسهل عليا خالص. عشان عليها دهنه بقى والدنيا ساعه، وانا اصلا كنت فرمها متلجه شويه فتلاقيها ماسكه شويه في الكبه. اخباركم ايه بقى في الغلا اللي احنا فيه ده، والدنيا بقت غاليه وصعبه خالص. يعني انا جايه من العمره متفاجئه بالاسعار. الاسعار بترتفع بطريقه جنونيه، مش عارفه اللي احنا فيه ده ايه، يعني ده ابتلاء ولا اختبار ولا واللي احنا فيه ده هيفضل لحد امتى؟ الله المستعان. يعني الله يكون في عون الناس والله، والله يكون في عون اي رب اسره مسؤوله عن اسره محتاجة كل يوم أكل ومحتاجة مصاريف، والمرتبات بقت قليلة بالنسبة لارتفاع الأسعار المهول ده. الله المستعان، الواحد مش عارف يقول ايه والله. هنا دهنت الصينيه رشه خفيفه قوي من الزيت كده لانها فيها نسبه دهون زي ما قلت لكم. كمان دهنت ايدي علشان مش تتلزق في ايدي. ممكن انت تاخدي ميه البصل، لو عصره عامله البصل لوحديه يعني تعصريه كده تحطي عليه شويه ميه وتفركيها ينزل ميته وتاخديها تصبعي بيها، بتكون احسن كمان لما بتعمليها بالزيت. بس انا نسيت اعمل كده، انا ضفت البصل على طول على المكونات وفرمتها ما اخدتش الميه بتاعته، فقلت ان انا بس عشان مش هتلزق في ايدي هاخد شويه زيت كده. ممكن تضيفي على زيت برضو اي حاجه انت حباها، ممكن تضيفي شويه ملح وشويه فلفل اسود وعصرت حبايه طماطم. بس قلت هي مش مستاهله يعني، انا هعمل الاسهل لان انا بصراحه مرهقه كده وتعبانه، فقلت ان انا عايزه اعمل حاجه سريعه فمش، وكمان وحشني التصوير معاكم، فقلت هعملها كده بالطريقه دي بتكون جميله برضو. زيت بيدوله لمعه كده وبخليها تتحمر بسرعه. بتصبعيها على اي حاجه عندك بقى. انا هنا بعمل على معلقه، ممكن انت تستخدمي اي حاجه عادي خالص، وبتسويها بس كده، بس ما بتضغطيش عليها عشان التجويف اللي فيها من جوه ايه ما يتقفلش تاني. طبعا انتوا شطاروا وبتعرفوا تعملوا كلكم الحاجات ده، بس الفيديوهات دي بتكون تحفيزيه ليكم بتشجعكم كده، خصوصا ان في ناس كتير زي ما بقول لكم، ناس كتير بتكسل في الشتاء عايزه تفضل قاعده تحت البطانيه وتسيب بيتها بقى يضرب يقلب ما تعملش فيه حاجه. لا احنا بنتنشط، وقلت لكم الشتاء بالذات يعني احنا هنا بندخل المطبخ بنتدفى، بنكون مولعين البوتاجاز بقى بيدينا كده حراره وبتدفينا احسن ما بنكون قاعدين كده ومكسلين. هعمل كمان شويه مكرونه، حاطه هنا ميه تغلى في حله استانلس، وحطيت
عليها شويه من الزيت وشويه من الملح. في حله تانية صغيره كده هعمل بقى الصلصه بتاعه المكرونه، برضو حطيت شويه زيت صغيرين. مش عندي سمنه، لو عندك سمنه حطي معلقه سمنه. عندي هنا معلقه توم، برضو التوم ده انا كنت مفرزاه في الفريزر، بصوا لسه ابيض وجميل، مع ان عاملاه من مده يعني، عاملاه من قبل ما اروح العمره كمان. انا عملت معاكم فيديوهات كتير لتفريز الثوم، عملت فيديوهين تقريبا. انا كل الحكايه انا بقشره وبحطه كده في الكبه، بفرمه في الكبه مع شويه ملح وشويه صغيرين من النشا بتخليه محافظ على لونه ما يتغيرش، وكمان زيت. وبحطه بقى في اي حاجه انا بفرز فيها، وبضيف على وشه برده شويه زيت. هنا عندي قرن من الفلفل قطعته كده صغير، برضو لو من مده يعني كنت اخدت من اللي انا مفرزاه، بس لسه انا عشان لسه مفرزه عامله تفريزات دلوقتي، فاخدت قرن من الثلاجه كده وقطعته وضفته عليه. بحب احمره مع التوم كده، بيدي طعم جميل قوي للمكرونه. طماطم المكرونه لازم تتصفى، بصفيها كده قبل ما انزلها تتسبك، وبضيف بقى ملح وفلفل اسود وشويه من البابريكا وشويه من بهارات الفراخ، لو بهارات اللحمه لو عندك، او ما تضيفيش خالص براحتك يعني. هنا الكاميرا كان جاي عليها بخار شويه وانا ما خدتش بالي بقى، في المقطع ده التصوير فيه مش واضح قوي. بضيف بقى المكرونه سباكيتي، قطعتها كده انصاص. انت ممكن تعملها زي ما هي، زي ما انت حابه بقى، الطريقه اللي انت بتحبيها، ونزلتها في الماء المغليه. في الوقت ده قلت ما اعمل معاكم شويه سلطه، كنت بعملها وبعدين قلت ما اصورها برضو تشجيع ليكم. شويه سلطه بلدي كده بقى، بقطعها كده في الوقت اللي حاطه فيه الحاجه. يعني انت بتعملي كذا حاجه مع بعض، الموضوع ما بياخدش معاكي وقت خالص. الكفته في الفرن والمكرونه على البوتاجاز والصلصه بتاعتها كمان، وفي الوقت ده بعمل شويه سلطه كده. ولو حابه ان انت تحمري كمان شويه بطاطس مع الاكله دي، ممكن كمان ان انت تعملي شويه طحينه، سلطه طحينه يعني لو عندك. انا ما كانش متوفر عندي، ولكن كنت عايزه اعملها، بس لقيت البرطمان ما فيهوش غير حاجه بسيطه مش مستاهله يعني ان انا اعملها. شويه سلطه بلدي كده معاها، وشويه شيبسي او بطاطس محمره، والموضوع هيمشي وهيكون زي الفل. بحب الكابوتشي ده على السلطه قوي، بيخلي طعمها جميل. انا اعرف ناس ما بتحبوش، بس انا عن نفسي عندنا هنا كمان في البيت كلنا بنحبه ما شاء الله، وبعدين بيكون لونه جميل قوي. السلطه بقى المفروض ان انا بعملها قبل الاكل على طول. لو عملتها بس في الوقت ده كده وانا لسه بحضر في الاكل، ما بحطش عليها ملح، بحطها في التلاجة كده وبسيبها. بس انا عاده بحب اعملها وانا خلاص يعني، انا بحط خلاص احط الاكل، بحب اعملها قبل ما احط الاكل بسرعه، علشان تفضل محتفظه بقيمتها الغذائيه كده والفيتامينات اللي فيها. هنا بقى المكرونه كانت استوت، صفيتها ونقلت بقى الصلصه في الحله، وحاطه في نفس الوقت على الشعله التانية حته من الفحميه كده هحطها. خلاص الكفته استوت وهحطها معاها كده. وده كان غدانا النهارده والروتين بتاعنا، اتمنى انه يعجبكم ويشجعكم. والسلام عليكم ورحمه الله.